أهلا بيكم في الحلقة السادسة من الكورس. والنهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نضيف عرض كويس على موقع مستقل. إزاي نقدم على شغل، نشوف العميل محتاج إيه ونقدمه له، ونخلي العميل يختارنا ما بين كل المستقلين اللي مقدمين معانا أو كل الفريلانسرز اللي مقدمين معانا. خد بالك إن في الشغل ده في ناس بتقعد شهور من غير ما يجيلها ولا عميل. المنافسة بتبقى صعبة جدا، عندهم حق، المنافسة بتبقى صعبة جدا. ولكن أهم حاجة في الجزئية دي هي كتابة العرض. وانت بتكتب الاوفر بتاعك او انت بتكتب البروبوزل بتاعك للعميل، لازم العميل يحس انك فاهم كويس جدا جدا الحاجه اللي انت بتتكلم عنها. لازم يحس انك قريت المشروع بتاعه كويس قوي وفهمت هو محتاج ايه. حاول ان انت تديله خدمات مجانيه وتقول له عليها في الاوفر علشان تشجعه اكتر انه يختارك. العميل بيبقى عاوز حد فاهم كويس قوي، خبير، سعره كويس، بيقدم له خدمات كويسه. فمهم انك تحاول تجمع له كل ده فيك انت علشان يختارك من وسط كل الناس. يعني هتلاقي ناس كاتبه اوفر كويس قوي وفاهمين كويس قوي بس سعرهم غالي قوي على العميل، وهتلاقي ناس سعرهم رخيص قوي بس واضح ان هم مش فاهمين ولسه الحاجه كده مش متاحه بالنسبه لهم او مش احسن حاجه. فمهم ان انت تكون في الوسط، يعني فاهم كويس، سعرك كويس، بتقدم له خدمات مجانيه في النص علشان تشجعه اكتر ان هو يختارك. اهم حاجه ان انت تجمع كل الصفات دي فيك. طيب ازاي اكتب العرض؟ ما هو انا مش عارف. هقول لك على اهم النقط اللي تهتم بيها وتمشي عليها علشان تطلع احسن بروبوزل ممكن، وتخلي العميل بنسبة كبيرة جدا انه يختارك انت من وسط كل الناس. طب ازاي هنكتب العرض ده؟ تعالى كده ننتقل مع بعض علشان اوريك خطوة بخطوة هتعمل ايه، وايه هي الحاجات اللي لازم تهتم بيها، وايه هي الحاجات اللي ممكن يعني تعديها كده وحاجات تانية تركز عليها اكتر. فتعالى ننتقل مع بعض للشاشة ونشوف. أول حاجة زي ما كنت باقول لك، كتابة العرض هي أهم حاجة هتخلّيك تقدر تكسب عُملا في النوع ده من الشغل. العميل لازم يحس إنك فاهم كويس جدًا، وحاول تدّي له خدمات إضافية مجانية علشان تشجّعه أكتر إنه يختارك. وخُد بالك إن الناس اللي بتقدّم على الشغل كتير، فمهم جدًا إنك تكون مميز وسطهم علشان العميل يختارك. زي مثلًا إنك تحسّس العميل إن زيادة مبيعاته واقفة عليك أنت، وده هيشجّعه جدًا إنه يختارك لإن كل الناس عاوزة تزوّد مبيعاتها. فلما يحس ان انت الشخص اللي قادر يزود له مبيعاته هيختارك انت. طيب ازاي بقى اكتب بروبوزل كويس؟ خلينا اول حاجه بنبدا بتحيه. اهلا بيك يا استاذ كذا. طيب انا بعرف اسمه منين؟ خلونا كده نرجع على موقع مستقل، ده مثلا خدمه من الخدمات او دي حاجه من الحاجات اللي نازله. طب احنا اصلا بنجيب الكلام ده منين؟ بنيجي ندوس هنا على تصفح المشاريع، وبعد كده بتبدا تختار المجال بتاعك من هنا. لو انت تسويق بتختار تسويق، وليكن مثلا هنيجي هنا كده. فانا اول حاجه ظاهره قدامي ان صاحب المشروع ده اسمه ايه؟ اسمه استاذ خالد. فاول حاجه هقولها له هقول له اهلا بيك يا استاذ خالد. بعد كده طمن العميل. حاول اول حاجه بانك فاهم كويس، عرفه انك كويس فاهم كل حاجه، وبعد كده فاهم هو محتاج ايه، وبانك هتوري له الشغل من قبل ما يختارك مثلا، او انك هتوري له شغل ونتائج قديمه انت حققتها. طيب خلونا كده نطلع ونبتدي ان احنا نطبق على مشروع من المشاريع، ناخد خطوه خطوه ونطبق خطوه بخطوه برضو. خلينا كده هنرجع تاني على تصفح المشاريع، وهنجيب مثلا تسويق. وبعد كده هو هنا كاتب أنا محتاج مدير تسويق لمتجر إلكتروني ومحل، وعايز خطة تسويقية وحملات على جميع المنصات. تمام، خلينا كده نخش ونقرا المشروع واحدة واحدة مع بعض ونفهم العميل محتاج إيه. العميل بيقول لك أنا عايز حد خبرة في التسويق الرقمي لتنفيذ خطة دعائية شاملة وتحسين الحسابات الاجتماعية لمتجر إلكتروني متخصص في بيع الإلكترونيات وأنظمة المراقبة وكاميرات السيارات واكسسوارات الهاتف، مع الاستهداف الرئيسي للسوق الكويتي. هو هنا عايز يستهدف بشكل رئيسي السوق الكويتي. طيب المهام المطلوبة: إعداد خطة تسويقية شاملة بتتضمن كذا كذا كذا، تطوير استراتيجيات إعلانات فعالة لزيادة المبيعات بأقل تكلفة، تحسين الظهور في محركات البحث، تحسين وتحفيز التفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، إدارة حملات إعلانية احترافية على المنصات زي جوجل آدز وإنستجرام وسناب شات وتيك توك، تحسين الهوية البصرية، تعديل وتحسين تصاميم الحسابات الاجتماعية لتكون موحدة وعصرية وتعكس نشاط المتجر. فهو هنا بيتكلم شوية في البراندنج. التقارير والتحاليل اللي هو عاوز يستلمها منك، عاوز يستلم تقارير أسبوعية بتوضح أداء الحملات ومعدل التحويل وتوصيات مستمرة للتحسين. متطلبات الشغل بقى: خبرة مثبتة في السوق الكويتي، نتائج ملموسة في رفع المبيعات عبر الحملات المدفوعة وتحسين العائد على الإنفاق، معرفة بسلوك المستهلك الكويتي، قدرة على العمل على متجر شوبيفاي. هو هنا هتلاقيه كاتب لك كل التفاصيل اللي هو محتاجها، وحاطط للكلام ده اوفر من 250 دولار ل 500 دولار. خد بالك ان العميل هنا عاوز حد اشتغل في السوق الكويتي قبل كده.
انا بما اني اشتغلت في السوق الكويتي قبل كده، فانا اقدر ان انا اقدم على الاوفر ده واوريك ازاي هقدم. انا مثلا هاجي اقدم على الاوفر ده، متوسط السعر او متوسط العروض اللي الناس كاتباها $500، و$500 ده كمان سعره قليل، ولكن انا علشان احاول اكسب العميل في صفي لاقصى قدر ممكن، فانا مثلا ممكن احط له مده التسليم، او اخلي له قصدي قيمه العرض $450 بس، عشان ابقى اقل من معظم الناس اللي مقدمه ب $50. وهنا هو مده الشغل هو 30 يوم، فانا هسيبها زي ما هي 30 يوم. طيب تعالى بقى نبدا ننفذ الخطوات زي ما قلنا مع بعض خطوه بخطوه. رقم واحد، صاحب المشروع كاتب اسمه لاست بريث، وده كويس ان هو جه قدامنا، فهو هنا كده مش كاتب اسمه، فانا مثلا هقول له اول حاجه اهلا بحضرتك، بس لان هو مش كاتب اسمه. دي اللي هي ايه؟ اللي هي الجزئيه بتاعه التحيه. زي ما قلنا ابدا بالتحيه. بعد كده طمن العميل اول حاجه بانك فاهم كويس هو محتاج ايه، وبانك هتوري له شغل قبل ما يختارك، او انك هتوري له شغل ونتائج قديمه انت حققتها. فهبتدي كده ان انا ارجع تاني على مستقل، وهقول له انا فاهم كويس حضرتك محتاج ايه، واقدر اقدم لك الخدمات بكل احترافية. أنا اشتغلت في السوق الكويتي فترة طويلة قبل كده، وعندي خبرة كبيرة فيه. أنا هنا اديته وقلت له إن أنا فاهم كويس قوي اللي هو محتاجه، وإن أنا شفت العرض بتاعه، وإن أنا أقدر أقدم له الخدمات اللي هو محتاجها دي بكل احترافية، وبعرفه إن الأوبشن أو الحاجة اللي هو كاتبها أو محتاجها موجودة فيا، إن أنا اشتغلت في السوق الكويتي فترة طويلة قبل كده وعندي خبرة كبيرة في السوق ده. فانا هنا قلت له ان انا اقدر اعمل له ايه. طب خلينا برضو نرجع علشان نمشي حسب البتاع، يعني نمشي حسب الكلام اللي احنا كاتبينه. وبعد كده عرف العميل ليه يطمن. ليه يطمن؟ هقول له انا مين وخبرتي ايه، وان انا الشخص المناسب اللي هو محتاجه. فهبدا كده ان انا انزل على السطر اللي بعده واقول له انا زياد سليم، مدير تسويق الكتروني، وعندي خبرة اكتر من 8 سنين، واشتغلت في معظم الدول العربية زي الكويت، طبعا أول دولة هقول عليها لأن دي الدولة اللي هو محتاجها، ومصر، والإمارات، والسعودية. وبإذن الله هرفق لك أمثلة من شغلي والنتائج اللي حققتها قبل كده. فانا هنا بطمن العميل، عرفته انا مين، عرفته خبرتي شكلها ايه، عرفته انا اشتغلت فين قبل كده، وقلت له ان انا هسيب له نماذج وامثله من شغلي بتاع قبل كده علشان يشوف النتائج اللي انا قدرت احققها للعملاء اللي زيه. فانا كده بطمن العميل وبعرفه ان هو قدام شخص بروفيشنال اشتغل قبل كده، قادر ان هو يقدم له المطلوب بتاعه باحسن شكل ممكن، وكمان هوري له نتائج انا حققتها قبل كده من قبل اصلا ما يختارني او يشتغل معايا. تمام. بعد كده هنيجي للنقطة اللي بعدها. يلا بينا نرجع على الوورد ونشوف. فأنا هنا كاتب لك اوعده بالوصول لهدفه. النقطة اللي بعد كده اوعد العميل بالوصول لهدفه. فبقول له بإذن الله هنحقق تقدم كبير مع بعض، وهنقدر نوصل للأهداف الموضوعة للبزنس إن شاء الله. أكون عند حسن ظنكم. فانا هنا بدات ان انا اقول له واطمنه ان احنا هنوصل للاهداف اللي انت عاوزها والاهداف اللي انت حاططها للبيزنس بتاعك، وان شاء الله نطور الجزء ده مع بعض.
بعد كده تعالَ نشوف الword بيقول لنا إيه. هاجي للجزئية اللي بعد كده وأقول لك ادّي له خدمة مجانية منّك. طيب إيه هي الخدمة المجانية اللي أنا ممكن أقدّمها للعميل في الحالة دي؟ ممكن أقول له وبإذن الله هاقدّم لك الخطة التسويقية المبدئية بالكامل مجانًا من قبل ما تختارني للعمل معاك. فأنا هنا اديته خدمة مجانية واديتها له من قبل لما يشتغل معايا اصلا. بقول له انا هديك الخطه التسويقيه اللي احنا هنشتغل بيها، او الخطه التسويقيه المبدئيه. الخطه التسويقيه المبدئيه دي اللي هي الخطوط العريضه اللي احنا هنشتغل عليها. فبقول له انا هديك الخطه التسويقيه المبدئيه مجانا من قبل ما تختارني اصلا، علشان انا اللي انفذ لك الشغل. يعني بمجرد ما يتواصل معايا ويبعت لي رساله ازيك يا زياد ويبدا ان هو يقول لي تفاصيل البيزنس بتاعه، بعمل له الخطه التسويقيه المبدئيه وببعتها له. هو هنا هيبقى عارف ان هو قدام شخص محترف، شخص هيقدم له الخطه من قبل ما يختاره اصلا ومن قبل ما يلتزم معاه باي شغل. فهو هنا هيشوف شغلي في الخطه، وانا كده كده هديله الخطه مجانا. فانا هنا شجعت العميل غير كل اللي مقدمين ان هو يتواصل معايا انا، لان انا اللي هقدم له الخطه من قبل ما يدفع اي فلوس. فانا هنا بشجعه انه يختارني. فانا كده قلت له هقدم لك الخطه التسويقيه المبدئيه بالكامل مجانا من قبل ما تختارني للعمل معاك، علشان تشوف الطريقه، او خلينا بقى نقول الاستراتيجيه علشان نبقى بنتكلم ماركتنج، الاستراتيجيه اللي هنشتغل بيها من قبل ما نبدا. فانا هنا بقول له انا هقدم لك الخطه بشكل مجانا علشان تشوف الاستراتيجيه اللي هنشتغل بيها من قبل ما نبدا. فانا هنا بشجع العميل جدا ان هو يختارني انا. بعد كده هرجع تاني للوورد، وبعد كده بقول لك عرفه انك عملت شغل مشابه قبل كده وانك عندك خبره في الجزئيه دي، واكد عليه مره تانيه انك هتوصله اللي هو عايزه، وبعدها اطلب منه يتواصل معاك. بعد كده اقول له مثلا انا اشتغلت على مشابهه امثله مشابهه في الاسواق العربيه، وقدرنا نحقق مع بعض نتائج حلوه جدا، وان شاء الله نعمل شغل احسن للبيزنس بتاعك. بعد كده واصل معايا دلوقتي علشان ابدأ في تنفيذ الخطة المبدئية. دي احسن طريقة لكتابة العرض انت ممكن تعملها في حياتك. دي احسن طريقة هتخلي العميل يثق فيك. بلاش العميل، اعتبر نفسك عميل دلوقتي وشفت شخص كاتب لك الكلام ده. شخص الاول قال لك اهلا بيك، بيرحب بيك، قال لك انه فاهم كويس الحاجة اللي انت محتاجها وانه هيقدر يقدمها لك باحسن شكل ممكن، وان الميزة اللي انت محتاجها او الطريقة اللي انت محتاجها في الشغل موجودة عنده، وان هو شخص عنده خبرة. وبعد كده قدر ان هو يقول لك كمان هقدم لك خدمات مجانية. قُل لي مين هيشوف العرض ده وبعد كده مش هيبقى مقتنع؟ أي حد هيشوف عرض زي ده هيبقى مقتنع وهيقول لك الشخص ده فاهم فعلًا، وكمان هيقدّم لي الخطة من قبل ما نبدأ. طيب أتواصل معاه، وبمجرد ما العميل يتواصل معاك هي دي أهم نقطة، وهي دي النقطة اللي إحنا أصلًا عاوزينها وبندوّر عليها. أنا كل اللي عاوزه إن هو يبعت لك رسالة ويتواصل معاك، والباقي بقى هيبقى مُعتمد على شطارتك أنت، إنك تقنعه بيك بطريقتك وبأسلوبك وبإن أنت تقدّم له أحسن شغل ممكن. فمهم أوي إنك تركّز في النقطة دي، ودي زي ما باقول لك كده أحسن طريقة لإضافة العرض بتاعك. طيب لو أنا كمان عاوز أضيف بقى أمثلة من شغلي، هاجي كده وأدوس على إرفاق ملفات وأبدأ إن أنا أسحب الملفات لهنا أو أنقر عشان أختار الملفات، يعني أضغط علشان أختار الملفات من عندي على الكمبيوتر. وممكن كمان أضيف له أمثلة من شغلي القديم علشان أشجّعه أكتر وأكتر إنه لمّا يشوفها يختارني أنا ويقول لأ خلاص ده الشخص اللي أنا هاشتغل معاه. لو كتبت الoffer بتاعك بالطريقة دي إن شاء الله هتحصل على عُملا في أول أسبوع بس من بدايتك في العمل الحُر أو الfreelancing على أي منصة. أهم حاجة تكتب زي ما قُلنا بالترتيب ده، زي ما أنت شايف كده،
هراجعه معاك مرة تانية. أول حاجة ابدأ بتحية، أهلا بيك يا أستاذ كذا. بعد كده طمن العميل بإنك فاهم كويس هو محتاج إيه، وإنك هتوري له الشغل من قبل ما يختارك، أو إنك هتوري له شغل ونتائج قديمة أنت حققتها. عرف العميل ليه يطمن، وقول له أنت مين وخبرتك إيه وليه أنت الشخص المناسب اللي هو محتاجه. اوعده بالوصول لهدفه، اديله خدمة مجانية هدية منك. عرفه إنك عملت شغل مشابه قبل كده وإنك عندك خبرة في الجزئية دي، وأكد عليه مرة تانية إنك هتوصله للي هو عاوزه، وبعدها اطلب منه يتواصل معاك. كده أنت عرفت إزاي تكتب أوفر كويس أوي، وإن شاء الله هتقدر تجيب عميل من أول أسبوع ليك على مواقع العمل الحر. كده الحلقة بتاعتنا خلصت النهاردة، وتابعنا الحلقة اللي جاية علشان نبتدي إن إحنا ندخل بقى على التجارة الإلكترونية والأفيليت ماركتينج، وإن شاء الله مش هتطلع من الكورس ده إلا وأنت قادر تكسب فلوس من التسويق الإلكتروني. أشوفكم الحلقة الجاية.